السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم يا شباب. الناس اللي قاعدة في الشتاء في بيوتها، صباح مساء الفل. مساء الفل عليكم يا رجالة. الناس تخش لنا على البث كده، حلقة من حلقات جمعية البطل. صباحكم مساكم زي الفل يا رجالة، مساكم زي العسل. الناس بس تتجمع كده على البث. تعالوا نبص بصة وعشان هنتكلم معاكم في موضوع مهم. موضوع ايه السبب يخلي اللبن يخف في الشتاء؟ يخف كدهون، مش ككمية، كدهون. ناس تخش على البث كده تتجمع. لا انا طول النهار على تليفونات. 1 مينت بقى 5 لحد ما نخلص البث ده. مساء الورد عليكم يا شباب، مساء الورد يا رجاله. حلقه صغيره كده بسيطه كتوعيه زي ما وعدتكم. قلنا ان شاء الله باذن واحد احد هننزل حلقات يوميه وتوعيه يوميه. انا جيت امبارح بس كان في ضغط عندي في الشغل هنا. حلقات يوميه وتوعيه يوميه، حلقات خفيفه. مش هنطول معاكم. ايه المشكله يا رجاله؟ واللي عنده سؤال عاوز يساله هنرد عليه، ده حقه. اي حد عنده سؤال عاوز يساله هنرد عليه بطريقه مبسطه على قد خبرتي، على قد خبرتي. اللي مش فاهم فيها اقول مانيش فاهم. يعني في ناس تتصل عليا تكلمني على الجاموس، اقول له والله يا عم انا ما بفهمش في الجاموس. مش عيب ان اعترف، مش عيب، انا ما بفهمش في الجاموس، ما بفهمش فيه. هدخل راجل في الحيطه ليه؟ ودخل ناس في الحيطه ليه؟ ايه السبب اللي بيخلي البنط بتاع اللبن يخف في الشتاء؟ بيبقى كميه اللبن بتاعه البقره كتيره، ويودي اللبن للبان يقول له انت بتحط ميه. هو ما بيحطش ميه، الراجل مش غشاش، ما بيحطش ميه. ايه اللي بيخلي، ايه الحاجات اللي احنا نستعملها علشان نخاطر نرفع نسبة الصلابة في اللبن؟ نسبة الصلابة في اللبن، ان نسبة الصلابة بتاعت اللبن في الشتاء ده بتبقى ضعيفة. المربي الواعي علشان يحافظ على التاجر بتاع اللبن او شركة اللبن اللي بيعطيها لبن. طبعا المزارع الكبيرة بتحط بقر مونبوليار وبقر سيميتال، فبيرفع البنط عنده. انما في البهايم الهولشتاين مش عارف يرفع البنط. اللبن كتير، كمية اللبن كتير من العلف والبرسيم. الخضار موجود كتير وعنده خضار وعمال يدي في خضار وبرسيم، وبيخف اللبن عنده، يخلي البنط عنده يقل عن 3 بنط. لو انت جبت اللبن دوت وحطيته في عملته جبنه هتلاقي نسبة الشرش كتيرة جدا، مفيش نسبة صلابة. واحنا عايزين نرفع الصلابة بتاعة اللبن، صلابة اللبن. فتوعية بسيطة، توعية بسيطة. الناس اللي بتأكل برسيم وعندها بهيم هولشتاين بتحلب، والبنط عنده خفيف ونسبة الصلابة عنده ضعيفة، قلت عن 28. فإن قلت عن 28 بالطبع بيبقى فيه مية في اللبن، طبيعي بيبقى فيه ميه في اللبن. فهو عاوز يرفع الصلابه بتاعه اللبن دوت. هيجيب قش كل يوم، قش سليم، وما ينفعش يعطيه بالنهار، يعطوش الا بالليل عشان البهيم يدفى. قش سليم مش قش مدروس. يجيب القش السليم ويحطه، يعني مقصوص، اللي هو البلات الشكريه ديت، المقصوص ده يحطه للبهايم. ما يحطش مدروس. المدروس مش هيرفع معاه الصلابه. القش المدروس مش هيرفع معاه الصلابه، اللي هو القش المقصوص، القص الصغير. لا، هيجيب قش سليم وهيفرده قدام البهايم بالليل بعد ما يخلص حليبه والبهايم تاكل علفتها الساعه 9 بالليل، الساعه 10 بالليل، يفرد قش قدامهم. هيصحى الصبح يلاقي القش ده خلصان. كده هيرفع نسبه الصلابه بتاعه اللبن. حلقه توعيه بسيطه، حلقه توعيه بسيطه، حلقه توعيه بسيطه. زائد طبعا الناس اللي عندها سلاج. انا كان عندي عميل دلوقتي هنا ولسه ماشي. يا عم هشام، انا رحت سوق قطور وجبت عجلتين خليط عالي، واحده الماني والتانيه قالوا لي امريكي، خليط عالي. واللبن البهام عندي بسم الله ما شاء الله بتجيب 15 كيلو لبن في اليوم. البقره بتحلب 15 كيلو لبن في اليوم. فقلت له انت بتدي ايه؟ قال لي انا بدي ذره بيضه
وبعطي فول بلدي وبعطي رده. فول بلدي وذره بيضه وبيعطي رده. دي مش علفه، دي احنا ما نسميهاش علفه، ده احنا نسميه سموه زي ما تسموه، سموه زي ما تسموه. انا قلت له يا عم الذره الصفراء، الفول البلدي بتاعنا دوت ما ينفعش غير في التسمين. انت اكلهم ذكرين بط وعزمنا عليهم. انت البهايم اللي عندك ديت يعني عشان خاطر بعد موسم الربيع بهايم الخليط لبنها بينشف، بينزل على طول. عشان ما يروحش منك الربيع، انت اشتغل على الصويا والذره الصفراء. موضوع سهل جدا يا رجاله، موضوع مش محتاج حرفنه، هي مش محتاجه حرفنه، هي مش محتاجه حرفنه. 1+1=2، 1+1=2، ما بيساويش 3، ما بيساويش 3، ما بيساويش 3.5، ما بيساويش 1.5. لا، 1+1=2. هم 350 دولار 35%. عشان كل واحد يقول لك ايه، طب انا هعمل 100 كيلو. 35% فول صويا 44%، و55% ذره صفرا برازيلي غربال بادي، و5% رد. يبقى كده وصلنا 95%، يعني 95 كيلو مثلا. زائد اضافات الاعلاف من كربوناتو، من ملح معدني، ومن ملح انجليزي، وملح طعام خشن، ملح الطعام الخشن مش الناعم، وبريمكسات والكالسيوم والحاجات اللي بنعطيها على العلفه. اضافات الاعلاف العاديه خالص، اضافات الاعلاف العاديه خالص. دي حلقه سريعه عن موضوع الصلابه في اللبن. الصلابه في اللبن، ازاي ان احنا نرفع الصلابه في اللبن بدل ما الصلابه تنزل او الدهون تنزل. الدهون في الشتاء من دلوقتي في الشهر ده اهو، والشهر الجاي شهر 12، اخر 12 و1 لحد 15/2 البرسيم طري، البرسيم طري. ميه سوائل كتير، ميه. فاعطي قش سليم بالليل مش بالنهار، عشان ما القش ما يأثرش على العلفة بتاعة الحيوان، بتاعة القطيع، بتاعة البقرة او البقرتين. القش ما يملاش البيمة تملى بطنها قش، واحنا عايزين لبن، احنا عايزين لبن. فيعني شوية القش بالليل سلام هيرفعوا الصلابة مع المربي، هيرفعوا معاك الصلابة، وهيخلوا نسبة الصلابة عالية، وهيمنعك من الإحراج مع بتاع اللبن. هيمنعك مع الإحراج من بتاع اللبن، يقول لك أنت بتغش بتحط مية، والكلام ده غير صحيح. هو الموضوع كله موضوع ان انت بتاكل برسيم كتير مع العلف، والجو ساقعه، زائد البرسيم طري، فبيخلي بالفعل فيه ميه في اللبن، فادي القش الرز سليم او مقصوص حتتين للبهيم ياكل فيه. خلاص يا رجاله، حد عايز سؤال؟ احسن انواع الهولشتاين، احسن انواع الهولشتاين، احسن انواع الهولشتاين. تعال نجيب احسن انواع الهولشتاين. احسن انواع الهولشتاين الالماني والامريكي، وفي الكندي. بس الكندي مش هيتاقلم عندنا في الشرق الاوسط. والامريكي نسبة النجحان بتاعه في الشرق الاوسط في مصر عامة ما بتبقاش عالية، ان امريكا فيها تلج حسب الولاية اللي بيجي منها البهايم، حسب الولاية اللي بيجي منها البهايم. ففي المانيا فيه هولشتاين امريكي، زي ما في الماني وهولندي في المانيا في الامريكي. فتتكلم انظف انواع الهولشتاين اللي بتعيش عندنا في الشرق الاوسط الالماني، الالماني بيجي بعده الهولندي. اتحاد اوروبي انا لحد النهارده مش معترف بيه، انا لحد النهارده مش معترف من الاتحاد الاوروبي ان الناس اللي بتاخد اتحاد اوروبي، مع احترام المستوردين واحترام لكل المستوردين في جمهوريه مصر العربيه. انا ليا مصلحه الزريبه، هم كلهم اصدقائي من كبير لصغير، كلهم اصحابي. بس انت بقول يا هشام انا ليا مصلحه الزريبه، ليا مصلحه الزريبه. ما اعرفش انت لو اخويا بتستورد هقول لك ده غلط، وهقول ده غلط وده صح، مش هطبل، مفيش فيها تطبيل. اعلى هولشتاين الالماني، وطبعا الامريكي طبعا ما نقدرش احنا نقول حاجه فيه طبعا. ايه تاني يا شباب؟ سؤال مهم، اي حد عايز حاجه مهمه ان احنا ايه؟ كميه الدهون اللي بتخف وتقل من كميه البرسيم اللي انت بتعطيها. فنعطي قش علشان استاذ هاني، ما نعطي القش بيرفع الصلابه بتاعت اللبن.
فاعتقش بالليل، اعتقش بالليل بعد ما اخلص علفتي والبهايم ياكلوا علفتهم، ما هيقفوا هيناموا، احط لهم قش بالليل ايه ارقشوا فيه. القش هيدفي الكرش وهيدفي الدنيا وهيخلي هيرفع المعده بتاعه البهيم وهيرفع الصلابه في اللبن. عن تجربه، عن تجارب عملي، مفيش نظري كله عملي. طيب الله يبارك لك وفي صحتك، الله يديك الصحه يا عم علي، يا رب الله يديك الصحه. اعمل ايه عامل ايه يا عم هشام؟ الحمد لله والله يا باش مهندس، الله يديك الصحه يا رب. مساء الورد يا عم هشام، ربنا يا رب يديك الصحه كلكم يا رجاله. طيب خلاص كده، منورين كلكم، منورين والله يا رجاله. احنا قلنا عشان وعدتكم في الحلقه بتاعه طبعا في الحلقه اللي انا عملتها من يومين في الجمعيه عن موضوع اللي فتحوا لنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فانا وعدت الناس، ويا ريت الحلقه دي كله يشوفها علشان مهمه، حلقه مهمه. والحمد لله انا لسه الحمد لله حلقه مهمه ما فيش فيها كسوف. الرئيس ما بينكسفش ولا عايز حتى من ولاده ينكسف. احنا شغالين في ارواح، مش شغالين في كباري ولا شغالين في طرق. هنعرف نصلح دي وديت نعدلها لدي، ده روح نفس خارج ونفس داخل. كل كلامي في الحلقه كان عن دورات تدريبيه للطب البيطري وتجديد البحوث العلميه تبعت الامصال، زي العباسيه، معهد الامصال في العباسيه، العترات الجديده اللي بتخش، اللي بيحصل يعني كل يوم في مرض جديد، وانت ما طورتش لحد النهارده من الحمى القلعيه. كل هم 3 عترات، كل العتره اللي انت حطيتها العتره السودانيه اللي دخلت عليها، انما تيجي نفس للخامه نفسها قديمه، مش شغاله، مش واخده وضعها عندنا في مصر. فمش عيب ان احنا نتكلم في الموضوع دوت معاكم بحيث ان المعلومه توصل لكله. وصباحكم زي الفل. ايه تاني؟ عاوز بقرة والدة تكون من الاخر وعامله كام؟ انا البقر عندي يا باشمهندس انا خلصت كبقر، عندي عجلات عشر وعندي عجلات تحت العشر. اي استفسار عشان الحلقه ما تخشش تجاريه الناس تفهم غلط، اتصل على رقم التليفون 010 17 24 84 12 عشان التوعيه ملهاش دعوه بالمركز التجاري خالص. السلام عليكم، دعواتكم يا شباب.